حبايبي، قبل ما يبدأ المسلسل تعالوا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت وجبت لكم ملخص الجزء السادس من المسلسل التركي الزوجة الأخرى. وقفنا في القران على بيت بيدو، وبيكون معاه مسدس وبيفضل يدور في الأوض على جيلان، وبيتفاجئ ببيدو مرمي على الأرض وفاقد الوعي وبينزف من دماغه، وبيلاقي على السرير فستان جيلان ومسدس بيدو، وبيفتكر لما جيلان قالت له انت فاكر ان انا ممكن اقتل روح كده بسهولة؟ انا مش مجرمة علشان اعمل كده. وبيحط ايده على رقبة بيدو وبيلاقي لسه فيه الروح، وبيقول انا لازم اطلبه الاسعاف، وبيخرج عشان يدور على جيلان. وبتظهر جيلان وهي بتجري في الشارع، وبتكون لابسه فستان الفرح، وبتقف تاخد نفسها، وبترجع بذاكرتها فلاش باك لاخر كالندر بينها وبين بيدو لما لقيته عاوزها كله بالعافيه، فسحبت مسدسه وضربته بيه على راسه وهربت منه. وبتكون جيلان خايفه ان بيدو يكون مات بسبب الضربه اللي ضربتها له دي، وبتقعد على جنبه وبتفضل تعيط. وهنا ليلى بتعتذر لفريد عن سوء ظنها فيه لانها افتكرته حرامي، وفريد بيقول لها ولا يهمك، انا لو كنت مكانك كنت هفكر بنفس طريقتك كده. وجونجا بتكون تحت وقلقانه على ليلى لانها اتاخرت عليها، وبتقول يا ترى حصل لها ايه يا شيخ. وليلى بتعالج لفريد الجرح اللي في عينه، وبتطلع جونجا علشان تنقذ اختها من الحرامي، لكن بتتفاجئ ان فريد هو اللي معاها. وهنا كران وهو ماشي بالعربيه بيشوف جيلان وهي قاعده على جنب، وبيوقف العربيه وبينزل لها، واول ما جيلان بتشوفه بتجري في حضنه وبتفضل تعيط. وكران بيغزم غضبه منها وبيسالها ايه اللي حصل، وبتقول له بيدو اتهجم عليا وانا بقيت قاتله خلاص، وبتفقد الوعي. وكران بيشيلها وبيحطها في العربيه، وبيدو بيفوق على صوت الاسعاف اللي جاي له، وبتكون جونجا طايره من السعاده لان فريد بقى جارهم خلاص، وبيكون باين عليها قوي انها معجبه بيه، وبتقول له لو احتجت لاي حاجه احنا موجودين تحت على مدار 24 ساعه. وفريد بيشكرها وبينزلوا عشان يسيبوه يرتاح شويه. وبتقول نادره لقدرت انا متضايقه جدا من موضوع الدره ده، فبتقول لها قدرت هعمل ايه يعني، مفيش حل تاني، بكره تتعود. وبتسالها لقيت عروسه مناسبه لكران زي ما طلبت منها، وبتقول لها نادره ايوه لقيت ومناسبه جدا ومحترمه وما عندهاش مشكله في موضوع الانجاب ده خالص، لان مامتها وعيلتها كلهم ما شاء الله عليهم بيجيبوا بالسبعه والثمانيه دي ارانب. وبتقول لها قدرت طب هاتيها على القصر باسرع ما يمكن عشان نشوفها وربنا يقدم اللي فيه الخير بقى. فنادره بتقول لقدرت انا خدت خصله من شعر عاليه زي ما طلبت مني، وخصله كمان من المشط بتاع المرحوم صالح. فقدرت بتقول لها والله برافو عليكي، بيديهم لأورهان بقى عشان يعمل لي تحليل DNA ونعرف الحقيقه ونشوف الكذب من الصدق. وجونجا بتصحى وهي كلها نشاط وحيويه، وبتظبط نفسها عشان تخرج. وبتقعد ليلى تفكر في فريد، وبعدين بتقول لنفسها هي دي النيله، هو ده وقته، مش في وسط كل المصايب اللي احنا فيها دي، مش وقته خالص. وجونجا بتقول لاختها انا رايحه عشان اعمل مقابله شغل، وليلى بتفرح جدا وبتقول لها خديني معاكي يمكن يقبلوني انا كمان. وجنجا بتقول لها لا خليكي انت لما اشوف انا هعمل ايه الاول، وبتمشي. وفريد بيتصل على جولشان وبيقول لها انا سكنت فوق ليلى عشان تفضل عيني عليهم ال 24 ساعه، وانا واثق انهم هيعملوا اي غلطه قريب قوي. وبيرجع كران بجيلان على القصر، لكن ما بيدخلهاش المخزن، بيدخلها على اوضه الضيوف وبينيمها على السرير. وجيلان بتفضل تخرف وبتقول اوعى تلمسني انا بحب كران، وبيقعد كران جنبها. واول ما بتفوق جيلان وبتلاقي كران قدامها بتحضنه تاني، وبيكون كران نفسه يحضنها لكن بيفتكر شكلها وهي ماسكه السكينه واخوه بيشاور عليها فبيبعد عنها، وبيقول لها انت حاولتي تقتلي بيدو زي ما قتلت اخويا. وبتفتكر جيلان اللي عملته بيدو وبتنهار، وبتقول لكران هو مات يعني انا بقيت قاتله، طب سيبنا نتصل على الاسعاف علشان يلحقوه. فبيوقفها كران وبيقول لها ما تقلقيش بيدو حي. وجيلان بتحمد ربنا وبتهدى، وبيسالها كران هو الحيوان ده عمل معاكي حاجه؟ وجيلان بتقول له لا طبعا. وكران بيقول لها تمام انا هخرج واسيبك تستريحي شويه. وجونجا بيكون بتكذب على اختها وبتطلع لفريد فوق وبتقول انا جايه عشان انضف لك الشقه. ففريد بيقول لها بالمنظر ده عموما مفيش داعي، انا هطلب واحده تنظفها علشان ما تعبكيش. فجونجا بتقول له عيب عليك لما تطلب واحده وانا موجوده، وبتدخل تنظف الشقه اجباري. وبيتصل كران على اورهان وبيقول له هبعت لك عنوان بيدو وروح اتاكد اذا كان لسه عايش ولا مات. وبتفضل جينان تفكر في بيدو وفي اللي كان عاوز يعمله معاها، وبتنهار من العياط وبتحاول تفك الفستان عشان تتخلص منه لكن ما بتعرفش تفك. وبيدخل كران عليها وبيفكه لها، وبعدين بيخرج ويسيبها. وبيقول مصطفى لباباه الحمد لله اخيرا خلصنا من موضوع اختي وبيدو. وبابا بيقول له ايوه الحمد لله، هم ونزاح من على قلبنا. وبيتصل اورهان على كران وبيقول له خدوا بيدو على المستشفى وهو دلوقتي موجود في العنايه المركزه. وبيقول له كران اعمل معاه اللازم كله عشان يفضل عايش. وكران بيدخل لجيلان فستان وبيقول لها في حمام في الاوضه قومي خدي شاور وغيري لبسك بقى. وفريد بيحاول يوزع جونجا لانه بيكون متضايق من وجودها جدا، لكن هي بتفضل بحجه التنظيف وبتفضل لازقه. وبيقول كران لعائشه جيلان موجوده في غرفه الضيوف دخلي لها اكل وما تعرفيش حد بوجودها. وعائشه بتفرح جدا لانه ما حبسهاش في المخزن تاني وبتقول له تمام ماشي. وبيوصل
بيسأل جان وبيسأله كران عملت ايه في اللي كلفتك بيه؟ فبيقول له جان تقرير الحمض النووي والصور حقيقية مش مزيفة. وملتم بتقول الحقيقة هي فعلا مرات صالح وعالية تبقى بنته لاني سألت واتأكدت من الموضوع بنفسي. فبيقول له كران يا ترى اخويا اتعرف عليها فين؟ فبيقول له جان اتعرف عليها في مالها ليلي، كان بيسهر فيه وانقذها من مصيبة وبيديله صور لاخوه مع ملتم وبنته وهو جابها من شقتهم. فبيقول له كران كده تمام قوي وبيصدق ان عالية تبقى بنت اخوه. وبتدخل عالية على كران وبتقول له شوف انا رسمت ايه علشانك. وبيبص كران على الرسمة وبيسألها مين دول وبتقول له ده انت وبابا وانا اللي في وسطكوا دي. فبيثني كران عليها وبيبوسها وبعدين بيطلب منها تروح على اوضتها. وبيقول جان الظاهر انك اتعودت عليها من دلوقتي. وبتخبط ليلى على فريد وبتديله فطار وفريد بيشكرها. وبتتفاجئ ليلى بوجود اختها عنده وبتسالها جونجا انت بتعملي ايه هنا؟ فبتقول لها ليلى المفروض انا اللي اسالك السؤال ده لان انت اللي جوه وانا اللي بره، وليه كذبتي عليا وقلتي لي انك رايحه تعملي مقابله شغل؟ فبتقول لها جونجا ابدا انا جيت عشان اساعد فريد في التنظيف لانه انقذنا، ولا انت ما عندكيش انسانيه؟ وليلى بتقول لها معقوله انت بتنظفي؟ تصدقني ان عيني هتدمع. وجونجا بتقول لها ما تغيريش الموضوع وقولي لي انت ايه اللي جابك، لا كنت بترسمي على فريد. وليلى بتقول لها انت مجنونه، انا قلت اطلع له فطار لان الراجل لسه ناقل جديد واكيد ما عندوش حاجه ياكلها. فبيقول فريد لليلى ايه ده انت لسه واقفه على الباب ادخلي. وبتقول له ليلى تمام خلينا ننظف احنا الثلاثه سوا بقى. وجنجه بتتغاظ وبتقول لها تمام بما انك جيتي امسحي الكنبه. وبيقول فريد لليلى يا ستي انا هساعدك. وجنجه بتتغاظ اكتر وبيقعد كران يتفرج على صور اخوه مع ملتم. وملتم بتخبط على كران وبتقول له انا بدور على عاليه لكن مش لاقياها، انت ما شفتهاش؟ وكران بيقول لها كانت هنا من 10 دقايق وبعتها على اوضتها. وملتم بتقول له تمام انا هروح ابص عليها تاني. وكران بيشك ان عاليه ممكن تكون دخلت على اوضه جيلان وبيبص عليها وبيسال كران جيلان في حد دخل هنا وشافك؟ وجيلان بتقول له لا. وكران بيقول لها تمام وبيأكد عليها ما تخرجش من الاوضه. وبتيجي عائشه وبتدخل الاكل لجيلان وبتتخض لما بتشوف علامات على ايديها وبتسالها ايه اللي حصل. وبيقول لها كران بعصبيه خدي الفستان ده وارميه في الزباله وبلاش اسئله كتير. وبيقول كران لجيلان يلا كلي اكلك بقى وبيخرج وبيسيبها. وجنجه بتقول لفريد واختها انا فستاني وايدي اتبهدلوا خالص هنزل عشان اغير واحط كريم بقى. وفريد بيقول لها تمام ماشي. وليلى بتفضل تكح وبتدوخ بسبب المنظفات اللي اختها حطتها في الميه من غير ما تعرف هي ايه. وبياخد فريد الميه وبيرميها وبيجيب لليلى ميه تشربها وبيسالها بقيتي كويسه؟ وليلى بتقول له الحمد لله احسن كتير. وكران بيدخل لجيلان كريم تدهن بيه ايديها وبيقول لها انا شفت سجل الكاميرات قبل باباكي ما يظهر لك وكان عندك فرصه انك تهربي لكن وقفتي، ليه عملتي كده؟ وجيلان بتقول له لاني قررت افضل هنا كاسيره لحد ما انت تصدقني. وكران بيقول لها بقسوه كفايه تمثيل دور البراءه بقى لاني شفت بعيني اللي عملتيه في اخويا وفي بيدو. فبتقول له جيلان انا ما عملتش حاجه في اخوك وبيدو هو اللي اجبرني اعمل معاه كده لانه اهني وضربني وانا كنت بحافظ على شرفي. وبيقول لها كران كل واحد بيعيش اللي يستحق وبيسيبها ويخرج على بره. وكران بيخبط على ملتم وبيدخل يطمن على عاليه وبيقول لملتم انا اتاكدت ان عاليه تبقى بنت اخويا وتقدروا تقعدوا في القصر زي ما انتوا عاوزين. وملتم بتشكره على شهامته وبتقول له انا ممكن اشوف جيلان لاني عرفت ان الكل هنا بيدعي انها قتلت صالح. وكران بيقول لها ده مش ادعاء دي حقيقه ومعلش مش هينفع تشوفيها. وملتم بتقول له على حسب كلام صالح عنها هي مش ممكن تعمل كده بس طالما انت بتقول كده فمن حق اشوفها طالما هي اللي قتلت الراجل اللي بحبه. وسما بتشوف عائشه وهي خارجه بالفستان وبتسالها فستان مين ده؟ وعائشه بترتبك وبتقول لها فستان جيلان. فسما بتغضب جدا وبتقول لها هي جيلان رجعت على القصر تاني؟ هنا فريد بينزل مع ليلى عشان ياخد السلم من شقتهم فبيلاقي اهل الحي هجموا على البيت فجأة وبيكسروا الازاز عليهم وبيقولوا سيبوا حينا وامشوا يا حراميه. وبتدخل ملتم لجيلان وبتقول لها اطمني انا عارفه انك بريئه. وبتسالها هو ليه كران حبسك هنا؟ وبتقول لها جيلان عشان اعترف ان انا قتلت صالح بس انا ما عملتش كده. وبتقول لها ملتم وانا مصدقاكي ده غير ان انا عارفه الحقيقه كلها. فبتقول لها جيلان باندهاش حقيقه ايه؟ وبتكون سما واقفه بره وبتتصنت عليهم. وبتقول جيلان لملتم انت ساكته ليه؟ ما تقولي لي حقيقه ايه اللي انت تعرفيها؟ فبتقول لها ملتم حقيقه اني متاكده انك بريئه وانك ما عملتيش حاجه. وبتقول لها جيلان يعني انت فعلا مصدقاني؟ طب الحمد لله يا رب. وبتسالها مين الفاعل طيب؟ فبتقول لها ملتم اكيد الفاعل هو الشخص اللي انا شاكه فيه لكن مش هقدر اقول لك عليه دلوقتي لاني ما عنديش اي دليل ضده. وجيلان بتقول لها طب عرفيني ونبحث عن الدليل سوا. وملتم بتقول لها مش هقدر لان اللي عمل كده في صالح اكيد يقدر يعمل كده فيا انا وبنتي وانا حتى لو قدرت اجازف بنفسي مش هقدر اجازف ببنتي تسامحيني.
وجيلان بتقول لها خلاص روحي المحكمة بكرة واحكي لهم اللي تعرفيه وهم هيحموكي انت وبنتك وهيدوروا على الدليل بنفسهم. وبتشجعها وبتترجاها انها تاخد الخطوة دي علشان تساعدها انها تثبت براءتها، وساعتها كران يعرف الحقيقة وملتم بتقتنع وبتقول لها ان شاء الله اللي فيه الخير يقدمه ربنا. وسما بتتغاظ وبتدخل عليهم زي العقربة وبتقول لجيلان انت ايه اللي رجعك هنا تاني؟ وبتقول لملتم انت بتعملي ايه هنا؟ اتفضلي اخرجي بره. وبتخرج ملتم وبتفضل سما تهين في جيلان وبتقول لها ما تفكريش ان كران ممكن يسامحك، ده رماكي في المخزن زي الفار لانه بيكرهك، وانا بقى اخرج دلوقتي ولما ارجع على الله الاقيكي لسه هنا. وبتخرج سما وبتلاقي ملتم لسه واقفه بره وبتقول لها بغضب انت لسه واقفه هنا؟ امشي معايا. وبتطلع جيلان وراهم وبتقف في وش سما وبتقول لها ملتم ملهاش ذنب وانا اللي نديت لها. بتطلع قدرت على صوتهم وبتتفاجئ بوجود جيلان وبتقول لها انت بتعملي ايه في بيتي يا قاتله؟ وبتشدها من دراعها عشان ترميها بره. وبيجي كران وبيقول لمامته سيبيها لان انا اللي جبتها. مامته بتتصدم منه. وبنرجع لسكان الحي اللي بيهبدوا في بيت ليلى وبيقولوا اخرجوا يا بنات الحرامي احنا مش عاوزينكم تعيشوا في حينا. وبتكون ليلى واختها جوه مرعوبين وفريد بيهديهم وبيقول لهم ما تقربوش من الشبابيك وانا هخرج لهم. وبيخرج فريد وبيتخانق مع الشابين اللي بره وبيضربهم وبيخافوا الشباب وبيمشوا. وبتخرج ليلى تطمن على فريد وبتساله انت كويس؟ وبيقول لها فريد ايوه كويس ما تقلقيش. وبتكون جونجا بتبص عليهم من ورا الشباك بغيظ. وهنا سما بتدخل على اوضتها وبتكون مش طايقه نفسها وبتتصل على امير وبتقول له احنا في مشكله كبيره. وعالية بترسم رسمة وبتسأل مامتها عن رأيها وبتقول لها مامتها جميلة يا حبيبتي ما شاء الله عليكي. وبتقول لها عالية انت كمان بترسمي كويس فممكن ترسمي حاجة في ظهرها. ومامتها بتقول لها بلاش دلوقتي خليها في وقت تاني. وبتقول لها عالية خلاص خلي الورقة معاكي علشان ما تنسيش. فبتقطع ملتم الورقة وبتحطها في جيب الجاكيت وبتحط معاها القلم كمان. وبتقول عالية لمامتها ممكن اخرج العب في الحديقة شوية لاني زهقت من القعدة في الأوضة. وبتقول لها مامتها ماشي يا حبيبتي بس ما تبعديش. وبتكرر ملتم انها تلمح لكران باللي بيدور في دماغها. وهنا سما ما بتكونش على بعضها خالص وبتفكر في الكلام اللي دار بين جيلان وملتم. وقدرت بتكون متضايقه جدا من وجود جيلان في القصر وبتقول لكران انت عاوز تموتني؟ ايه اللي خلاك ترجع القتله دي على بيتنا تاني؟ فبتقول لها سما انا كمان عرفت من عائشه انها كانت لابسه فستان فرح في الوقت اللي بيتحرق فيه قلبي ده انا نفسي اشوفها بكفنها. وبتقول قدرت لكران الكلام ده حقيقي؟ وبيقول لهم كران كفايه بقى لحد كده لاني مش هسمح لاي حد فيكم يراجع قراراتي تاني ولو فكرتوا تعملوا معاها اللي انتوا عملتوه قبل كده مش هيحصل كويس ابدا. ومامته بتقول له كفايه انت وسيبها تمشي من هنا وركز بقى على جوازك من سما. وبيقول لها كران انا خارج دلوقتي عشان عندي مشوار مهم قوي ولما ارجع بالليل نبقى نتكلم بقى. وبيسيبهم ويمشي وسما بتتضايق جدا من رده وبتقول لقدرت ابنك مش مقدرني ولا مقدرك انت كمان وجايبها هنا قدام عيني علشان تقهرني مش مراعي ابدا ان هي اللي قتلت اخوه. وبتكون ملتم واقفه وبتتصنت عليهم وبتقول لنفسها معقوله سما وكران هيتجوزوا؟ وبتفتكر لما صالح كان بيقول لسما انا عارف انك مهووسه بكران وهعرف امي وكران حقيقتك. وبتقول ملتم معقوله تكون سما قتلت صالح علشان كران؟ ونادره بتقول لعائشه عاليه في الحديقه روحي اهتمي بيها. وبتخرج سما للحديقه وبتقول لعائشه خدي عاليه تلعب بعيد لان دماغي وجعاني قوي. وبتخرج ملتم وبتنادي على عاليه وبتقول لها سما بنتك الغبيه راحت تلعب بعيد مع عائشه لان دماغي وجعاني شويه. وبتقول لها ملتم اتكلمي عن بنتي بشكل كويس. فبتقول لها سما انا اقول اللي انا عاوزاه ولو عاوزه تروحي لها انزلي من على السلالم هتلاقيها بتلعب عند البسين. وبتكون جيلان في الاوضه وبتكون قلقانه جدا وبتقول يا رب ملتم تيجي تاني وتقول لي الحقيقه اللي تعرفها. وبتروح ملتم عند البسين وبتبص على بنتها ما بتلاقيهاش فبتدخل المستودع تدور عليها وبرضه ما بتلاقيهاش. وبتدخل سما وراها المستودع وبتقفل الباب عليهم وبتقول لها ملتم انت ايه اللي جابك ورايا وبنتي فين؟ وبتقول لها سما بنتك في امان حاليا. وبتقول لها انا سمعت كلامك مع جيلان مين بقى اللي انت شاكه فيه انه قتل صالح؟ وبتقول لها ملتم انت وانا سمعت اخر كلام دار بينك وبين صالح وتهديدك له وهوسك بكران وبما انك هتتجوزي كران يبقى اكيد انت اللي ورا موته لان جوزي كان ناوي يطلقك ويكشف وشك الحقيقي لمامته واخوه. وبتقول لها سما انت اتجننتي ولا ايه؟ وبتمسكها من شعرها وبتقول لها الكلام ده لو طلع لحد صدقيني مش هتشوفي بنتك تاني. وبتقول لها ملتم تمام يبقى مالكيش دعوه ببنتي وانا مش هفتح بقي بولا كلمه. وبتقول لها سما لا مش كفايه انت لازم تمشي من البيت ده وما ترجعيش عليه تاني ابدا. وبتزقها على الكرسي ده وبتجري تقفل الباب عليها وبتفضل ملتم تخبط على الباب وتنادي عشان حد يفتح لها لكن طبعا لا حياه لمن تنادي. وبتقول ملتم لنفسها بما ان سما اتجرأت وحبستني هنا يبقى اكيد فعلا هي اللي قتلت صالح. وبتطلع الورقه والقلم اللي في جيبها وبتقول حتى لو مش هقدر اخرج من هنا حيه مش هسمح للحقيقه انها تموت معايا. وبتكتب ملتم في الورقه القران ان جيلان بريئه وان سما هي اللي قتلت صالح
وإن لها شريك وإن هي سمعتها وهي بتتكلم معاه لكن ما قدرتش تعرف هو مين، وبتحلف إن كل كلمة بتقولها حقيقة، وبتترجى إنه ياخد باله من بنتها لو حصل لها أي حاجة، وبتخبي الورقة تحت السجادة. وبيوصل أميرة عند سما وبينزلوا هما الاتنين المستودع وبيربطوا ملتم على الكرسي ده، وملتم بتقول لسما هو ده شريكك؟ وبتقول لها سما اخرسي خالص، وبتخلي أمير يربط بقها وبتقول لها ما تخافيش أنا مش هقتلك لأني مش قتلت قتلة زي ما أنت فاكرة، لكن أنا هسيبك تمشي على مكان بعيد وأمير هيرافقك، وتأكدي إن طول ما أنت بعيد بنتك هتكون بأمان، إنما لو حاولتي تلعبي بديلك معايا وتقولي لأي حد الكلام اللي في دماغك ده فأنا هتسلط على بنتك زي الكابوس. وليلى بتكون هي واختها متضايقين من اللي الجيران عملوه فيهم، وليلى بتقول لفريد أنا هروح أبلغ الشرطة، وفريد بيقول لها بلاش لأن الشرطة حواراتها كتير، تعالوا باتوا عندي النهاردة علشان تبقوا في أمان وبكرة الصبح نبقى نفكر في حل سوا. وبتقول له ليلى لا مش هينفع، فبتقول لها أختها وليه بقى مش هينفع إن شاء الله؟ فريد معاه حق، وبيضغط فريد على ليلى لحد ما بتوافق. وبتفضل جيلان تفكر في كلام ملتم وبتقرر انها تخرج من الاوضه وتروح تدور عليها، وبتشوف عاليه جيلان وبتسالها انت ما شفتيش مامتي؟ لاني بدور عليها من بدري ومش لاقياها. وبتقول لها جيلان روحي على اوضتك وهي دلوقتي هتجيلك عندك. وبتشوف عائشه جيلان بالصدفه وبتقول لها انت ايه اللي خرجك من اوضتك؟ يلا ارجعي عليها بسرعه قبل ما حد يشوفك لان كلهم هنا عاملين زي البارود من ناحيتك. وبتقول لها جيلان انا عاوزاكي تساعديني، وبتطلب موبايلها وبترن جيلان على كران وبتقول له انا عاوزه اقول لك على حاجه مهمه جدا ارجوك اسمعني. وكران بيقول لها انا عندي شغل ومش فاضي عشان اسمعك، وبيقفل السكه في وشها. وجيلان بتحزن جدا وبترجع الموبايل لعائشه وبتشكرها على مساعدتها وبتسالها ما شفتيش ملتم لاني عاوزه اتكلم معاها في موضوع مهم قوي. وبتقول لها عائشه لا ما شفتهاش. وبالليل بيدخل كران لجيلان وبيقول لها بعصبيه هو انا مش قلت لك ما تخرجيش من اوضتك ابدا؟ وبتقول له جيلان كان لازم اخرج لان الموضوع يخص قتل صالح. وبيقول لها كران اوعي تتكلمي في اي موضوع طالما ما قررتيش تعترفي بجريمتك. وبتقول له جيلان ملتم قالت لي انها مصدقه براءتي وانها تعرف القاتل الحقيقي وهتروح بكره على المحكمه عشان تحكي اللي تعرفه، ولو مش مصدقني روح اسالها بنفسك. وبيخرج كران من عندها وبيروح يبص على ملتم في اوضتها لكن ما بيلاقيهاش، فبيخرج يروح على المطبخ وبيسأل عائشة ما شفتيش ملتم؟ وبتقول له عائشة لا، وعالية من الصبح مش مبطلة سؤال عليها. فبيقعد كران جنب عالية وبيقول لها اللعب بالتليفون كتير مش حاجة كويسة أبدا، ممكن تلعبي استغماية أو تقري قصص هيكون أفيد لك، اتفقنا؟ وعالية بتقول له اتفقنا. بتقول جونجا لاختها انا مبسوطه جدا اننا تعرفنا على فريد. وبتخرج ليلى علشان تدخل الحمام وبيخبط فريد فيها وبيكون هو كمان داخل وبيفضلوا هما الاثنين يعزموا على بعض، وفي الاخر ليلى هي اللي بتدخل وبتكون مش على بعضها بسبب اعجابها بفريد. وهنا كران بيفضل يفكر في كلام جيلان بخصوص ملتم يعني، وبتكون عالية قاعدة على مكتبه وبتتفرج على التليفون. وبتدخل عائشة وبتقول لعالية ما يلا بقى عشان ميعاد نومك جه. وبتسألها عالية ماما فين؟ وبتقول لها عائشة لسه ما رجعتش لكن ما تقلقيش ان شاء الله هتيجي قبل ما تنامي. وبتقول عالية ماما عمرها ما سابتني لوحدي ابدا، هتكون راحت فين يعني؟ وبتقول لها عائشة طب ايه رأيك بقى انا هحكي لك قصتك المفضلة وهديلك تليفوني كمان لو حبيتي لحد ما تنامي. وبتقول لها عالية ماشي، وبتحضن عالية كران وبتقول له تصبح على خير يا عم، وبتمشي مع عائشة. وبتقول جيلان لنفسها اكيد ملتم رجعت على اوضتها، انا لازم اروح اتكلم معاها علشان تقولي على اللي تعرفه. وليلى تدخل المطبخ بشويش علشان تشرب من غير ما تقلق فريد، لكن فريد بيكون لسه صاحي وبيدخل وراها وبيقول لها انا مش جاي لي نوم هعمل شاي تشربي معايا. وبتقول له ليلى ماشي، وبتصحى عالية في نص الليل لكن برضو ما بتلاقيش مامتها جنبها وبتخاف وبتروح تخبط على جيلان وبتقول لها انا خايفه انام لوحدي وما اعرفش ماما راحت فين، ممكن افضل معاكي؟ وبتقول لها جيلان ممكن طبعا. وبتسالها عالية هو انت وعمي كران هتتجوزوا؟ اصل سمعت بابا وماما مره وهما بيتكلموا عليك، هما اصلا بيحبوكي قوي. وبتفتح سما موبايلها على صورة كران وبتقول انا بعمل كل ده علشانك، مستحيل اسمح لاي حد ياخدك مني مهما حصل. وبتدخل قدرت عليها فجأة، فسما بتقلب على صورة صالح وبتعمل نفسها حزينة على فراق وبتقول لها قدرت ربنا يصبر قلبي، وبتسيبها وبتروح تنام. وليلى بتشكر فريد على كل حاجة بيعملها معاهم وبيقول لها فريد ما تشكرنيش ولا انت معتبراني غريبة عنكم. وبيسأل كران عائشة ملتم رجعت؟ وعائشة بتقول له لا. وبيسألها كران عالية نامت؟ فعائشة بتقول له انا نزلت بعد ما غمضت عينيها ومش عارفة هي صحيت تاني ولا لا، انا هروح ابص عليها اهو. وبيقول لها كران لا خليك انت انا اللي هروح لها. وهنا فريد بيدخل بالشاي وبيلاقي ليلى لسه نايمة على الكنبة مكانها وبيغطيها وبيكون لسه هيخرج، بيسمعها وهي بتحلم وبتقول انا مش حرامية انا بريئة. وبتصحى ليلى وهي مخضوضة من حلمها وبتلاقي فريد في وشها وبتعتذر له انها نامت مكانه. وبتدخل على الأوضة وبيكون فريد محتار ومش عارف اذا كانت فعلا بريئة ولا هي حرامية ولئيمة.
وجيلان بتنيم عالية في حضنها، وبيدخل كران وبيبص على عالية في اوضتها لكن ما بيلاقيهاش، وبيعرف انها عند جيلان وبيروح عشان ياخدها، لكن جيلان بتقول له سيبها دي نامت بصعوبة، وبيقول لها كران عايزاني اسيبها نايمة في حضن اللي قتلت باباها؟ فبتقول له جيلان انا ما عملتش حاجة صدقني انا ما بكذبش، لكن كران ما بيهتمش بكلامها وبياخد عالية وبيخرج. وبتقول قدرت لنادرة انا نفسي المحكمة تحكم على جيلان بالسجن في جلسة النهاردة علشان اخلص من الكابوس ده بقى. وبتقول لها نادرة ان شاء الله هيحصل كل اللي بتتمنيه. وبتقول جيلان يا رب ملتم تظهر في المحكمة وتقول اللي تعرفه عشان تخلصني من العذاب ده. وبيدخل كران على جيلان وبيقول لها النهارده هيتم اصدار الحكم على اخوكي اللي بيحاول ينقذك، وهتخسري اخوكي زي ما خسرت انا اخويا، اعترفي بقى بجريمتك، لو مش عشان العدالة يبقى على الاقل عشان اخوكي. وبتسأله جيلان طب هي ملتم رجعت؟ وبيقول لها كران لا. وبتقول له جيلان انا واثقه انها هتظهر في المحكمة وهتبرئني انا واخويا وهتغير لنا قدرنا. وبتتحايل عليه ان هو ياخدها معاه المحكمة، وكران بيوافق. وفي المحكمة بتكون قدرت وسما مش طايقين يشوفوا جيلان قدامهم، وبيوصل طيار ومعاه مصطفى ابنه وسنجول كمان، وبيتصدموا لما بيشوفوا جيلان وبيقولوا هي الشيطانة دي هربت ازاي من بيده. وبيقول كران لجيلان ملتم ما جاتش، وجيلان بتقول له انا متأكدة انها هتيجي حتى لو اتأخرت شوية بس ان شاء الله هتلحق. وبياخد امير ملتم وبيسلمها للشخص اللي كان مهووس بيها وبيطاردها. وبتصحى جونجا وبتبص في دولاب فريد وبتفضل تشم في هدومه باعجاب، وبتقول لها ليلى انت بتعملي ايه على الصبح؟ يلا خلينا ننزل وكفايه ازعاج للراجل ده بقى لحد كده، ده ما نامش طول الليل. وجونجا بتقول لها طب وانت عرفتي منين انه ما نامش؟ فليلى بترتبك جدا فبتقول لها ابدا سمعت صوت رجله وهو رايح جاي طول الليل في الشقه. وجونجا بتقول لها تمام انا هسبقك وانت عدلي السرير وحصليني. وبتخرج جونجا وبتاخد سيلفي مع فريد وهو نايم، وبتلاقي ليلى على الارض تذكره السفر بتاعت فريد، وبتعرف انه جاي من بلد غير اللي قال لها عليها. وفي المحكمه جيلان بيكون عندها امل كبير ان ملتم هتيجي لكنها مش بتيجي، وامير بيبعت رساله لسما انه سلم الامانه في العنوان المطلوب، وبيحكم القاضي على يعقوب بالسجن المؤبد. وبيخرج كران من المحكمه وهو متضايق، وجيلان بتخرج تجري وراه وبتقول له اكيد حصل حاجه لملتم وعلشان كده هي ما جاتش صدقني. وبيقول لها كران كفايه كذب بقى، انا اللي غلطان اني صدقتك ولحد هنا وكل حاجه انتهت وانا ماليش دعوه بيكي تاني، واوعي تظهري قدامي مره تانيه. وبيكون طيار واقف ومستني الفرصه عشان يرجع بنته معاه على البيت. وبس كده لحد هنا وبيخلص الجزء ده من مسلسلنا. ولو عاوزين تعرفوا اللي هيحصل بعد كده استنوني في ملخص الجزء الجديد وانا ان شاء الله مش هتاخر عليكم. ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاه في مواعيدها. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك، ولو اول مره تتفرجوا علينا يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه، وان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر واكتر.